لقد ألقيت نظرة على هاتفي المحمول اليوم للتحقق من تويتر ومعرفة ما يحدث. الأمور عادت إلى الجنون مرة أخرى. شخص اسمه راسموس بالودن أحرق القرآن. يوجد فيديو يحمل الرجل فيه المصحف ويحرقه، وفي أفعاله السابقة وضع بعض أجزاء خنازير بين صفحات القرآن. إنه أمر غريب للغاية. بالطبع غضب المسلمون مرة أخرى. هل تذكر؟ حدث نفس الشيء منذ 9 أشهر. إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها راسموس بالودن بذلك. يفعل ذلك في كل وقت بانتظام، يحرق القرآن لاستفزاز المسلمين ونشره، وهو يعلم أكثر ما يستفز المسلمين. شاهدت هذا الفيديو قبل 9 أشهر، وبالطبع غضب المسلمون جدا لأن رجال الشرطة كانوا حول الرجل وقاموا بحمايته أثناء حرقه للقرآن. لكن هذه المرة طلب الرجل الإذن للقيام بذلك، وحصل على إذن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم. قال إنها حرية التعبير، ليست كراهية أو استفزاز الناس، لا، حرية التعبير. حرق القرآن حرية تعبير؟ هذا حقا مثير للاهتمام. وكأن الناس الذين يقولون حرية التعبير يريدون حرية تعبيرهم وأفكارهم فقط، وليس حرية الأفكار للآخرين. لنكن أحرارا في التعبير عن أفكارنا، ولكن بالنسبة لأفكار الآخرين وحساسية الآخرين لا يهم. في الحادث الذي وقع قبل 9 أشهر، شخص ما فعل ذلك في منطقة يعيش فيها المسلمون أكثر من غيرهم. الأمر مثير للاهتمام حقا. هذا الرجل عوقب بسبب العنصرية في الدنمارك من قبل، حكم عليه لمدة شهر، لكن بطريقة ما تهرب من الحكم. وقال هذا الرجل أفضل شيء يمكن أن يحدث أنه لن يتبقى مسلم واحد في عالمنا الحبيب. ألقيت نظرة على التعليقات لأرى تفاعل الناس في تويتر وما إلى ذلك. كتب أحدهم: أنا ملحد لكني لا أعتبر حرق القرآن عملا مقبولا. وشخص آخر ربما ملحد أيضا يقول: لو كنت مواطنا سويديا لكنت سأصوت له. حقا هذه أشياء مثيرة للاهتمام تحدث. ما الغرض من ذلك؟ استفزاز المسلمين؟ ما الذي يجري؟ القرآن مقدس بالنسبة لنا. ماذا توقع الرجل الذي فعل ذلك أن يحدث؟ هل سيفكر المسلمون هكذا؟ هل سيقولون: أوه، القرآن احترق، كيف يمكن حرق القرآن؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ القرآن كلام الله. لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في تفكيرنا. إذا أشعل أحدهم النار في القرآن فلن يحترق. انظروا، هذا كلام الله، كن مسلما. نحن لا نقول ذلك. بالطبع إذا أضرمت النار في القرآن فسوف يحترق، وعندما نراه لن يتأثر إيماننا. لن نقول: ما الذي يجري؟ الإسلام هو دين الحق. وحسرتاه، أحرق الرجل القرآن. ونصاب بالجنون ونشعر بالضيق. لن يحدث هذا. عندما أحرقت القرآن لم يحدث شيء لدين الإسلام. عندما أحرقت القرآن لم يحدث شيء للمسلمين. هل هذا واضح؟ في الواقع لم تفعل أي شيء بحرقه، وكمسلمين لا نفكر هكذا. إنك تحاول حرق القرآن لكنه لا يشتعل. ألا يكون هذا مخالفا لسر الاختبار؟ وتحاول حرق الأوراق وتشعل فيها النيران. لا، هذا مكان اختبار. الشيطان يتصرف بطريقة شيطانية. أنا أتحدث عن الشياطين البشرية، وأولئك الذين يريدون أن يعيشوا في سبيل الله سيعيشون أيضا، وأخيرا سيتم الحساب. ما لفت انتباهي أن الناس يميلون إلى القتال ويلجؤون إلى العنف مثل الحرق عندما لا يستطيعون الفوز فكريا. ما الذي يحدث عادة؟ قتال واشتباك وإثارة وضجة وحرق للقرآن، وضع لحم الخنزير بين صفحات القرآن. لماذا تحاول التغلب على الإسلام بهذا الشكل؟ حاول التغلب عليه بأفكارك. هل أنت مراهق؟ هل أنت في 4 أو 15 من العمر؟ هل أنت شخص لا يعرف ماذا يفعل؟ إذا كنت تريد التغلب على الإسلام عليك القضاء على ما يعتقده المسلمون، أي عليك أن تثبت أن القرآن ليس كلام الله. أو إذا كنت ملحدا فعليك أن تثبت أنه لا يوجد إله بحججك وبراهينك. عليك أن تقاتل بأدلتك. لكن بما أنه لا يوجد مثل هذه الأدلة، بما أن الله موجود ومن المؤكد أن القرآن كلام الله، بما أن كل هذا مثبت، وبما أنهم لا يستطيعون الفوز بعقولهم، يفعلون مثل هذه الأشياء السخيفة. إخواني، هناك أناس مسلمون يتم استفزازهم بهذه الأفعال، وبالطبع كل شخص لديه طريقة في انفعاله. لكن لو كنت هناك لكنت وقفت أمام هذا الرجل، كنت سأضحك وأقول: ماذا تفعل؟ هل عمرك 13 سنة؟ 7 سنوات؟ لقد حرقت القرآن. ماذا تتوقع أن يحدث؟ هل نصاب بالجنون؟ هؤلاء الناس الذين يفعلون هذه الأفعال يتغذون على ردود أفعال الآخرين. ذات مرة شخص أراد أن يكون مشهورا. ماذا فعل؟ تبول في مسجد. تحدث الجميع عنه. لقد أحب ذلك لأنه كان غبيا وأراد أن يصبح مشهورا. هذا الرجل أيضا يريد أن يكون مشهورا. عندما يهاجمه الناس يعتقد أنه أصبح مشهورا. لهذا السبب لا يجب أن نصغي لهؤلاء الناس. بالطبع من الضروري الرد واتخاذ الإجراءات القانونية حتى لا يتكرر هذا،
لكن بغض النظر عن هذا فهي حادثة سخيفة ومضحكة للغاية. شيء مشابه جدا له حدث في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. كان نبينا يصلي وحده في مكة، وكان هناك بعض العدوانيين في قريش، مجموعة خاصة من 7 أشخاص غضبوا وبدأوا يتوعدون النبي واستفزوا بعضهم البعض. أولا راقبوا النبي صلى الله عليه وسلم فترة وهو يصلي، ثم رأى أبو جهل الجمل الذي ضحوا به من أجل أصنامهم في اليوم السابق، ورأى أبو جهل أمعاء ذلك الجمل، وكان يعتقد أن لديه فكرة رائعة. اشتعلت عيناه والتفت إلى أصدقائه وقال: من يضع هذه الأمعاء حول عنق محمد صلى الله عليه وسلم عندما يسجد؟ وقف عقبة دون تفكير بابتسامة شيطانية على شفتيه. كانت الأمعاء تحت شمس العرب الحارقة ليوم كامل، لذلك كانت فاسدة، فأخذ تلك الأمعاء ووضعهم على ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يسجد. بالطبع هذا يدمر العاطفة عند الإنسان، لهذا السبب أزعجنا الحادث الحالي قليلا. فكر في مكان القرآن في قلوبنا ويحرقه هذا الشخص عدو الدين، لهذا السبب يؤثر علينا نفسيا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت براز الإبل ودمها، وشعر بالاختناق. بدأ بالاختناق تدريجيا. طبعا هؤلاء القرشيون الساديون رأوا ذلك المشهد، تمسكوا ببعضهم البعض حتى لا يسقطوا، كانوا يضربون صدورهم ويضحكون بشدة، ربما لم يكونوا أبدا بهذه السعادة طوال حياتهم. ووصلت هناك فاطمة، وهي الابنة الصغرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بجسدها الضعيف ويديها الصغيرتين، أزالت أمعاء الإبل من على النبي صلى الله عليه وسلم بصعوبة. من ناحية كانت فاطمة تبكي وهي تفعل ذلك، ومن ناحية أخرى وبخت أولئك الذين فعلوا ذلك. وأخيرا تمكنت من إزالة كل الأمعاء من على سيدنا محمد. وماذا فعل النبي بعد ذلك؟ واصل الصلاة. يا له من صدق، واصل صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم وقف صلى الله عليه وسلم أمام أولئك الساديين الضاحكين. كان هناك دماء وبراز على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي ماذا فعلوا في رسول الله رب العالمين، وفكر فيما سيحدث لهم بعد ذلك. فتح النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء، وإذا فتح عبد الله الحبيب يديه هذا يعني أن ما سيقوله مهم جدا وسيؤثر على هؤلاء الناس. وعندما دعا صدموا، قال: يا الله، أحيل إليك أمر قريش. وقف هؤلاء الناس مذعورين، لأنهم يعرفون حتى لو لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يعلم أنه رسول الله، ولما قالها النبي صلى الله عليه وسلم جمدوا في مكانهم، لأنهم علموا أن دعاءه سيقبل قطعا، وقبل دعاؤه. ثم ماذا حدث لهؤلاء القرشيين؟ لقد فقدوا كل شيء وسقطوا في العار. لذلك مثل هذه الأعمال الصبيانية كانت موجودة في عهد نبينا أيضا. الناس الذين لم يتمكنوا من الفوز فكريا لجأوا لمثل هذه الأشياء. إنه ليس شيئا جديدا. حادثة الأمعاء التي حدثت في عهد نبينا لم تكن لها نفع، على العكس من ذلك دمرت الأشخاص المسؤولين عن هذه الحادثة. هل تعلم سبب هذه الحوادث؟ انظر، وفقا لجميع الإحصائيات في الوقت الحالي، تحقق منها باللغة الإنجليزية إذا كان بإمكانك، أو بالتركية إذا أردت على الإنترنت. الدين الأسرع نمواً في العالم هو الإسلام. وفقاً لجميع التقديرات والإحصائيات فإن الإسلام في طريقه لأن يصبح الدين السائد في العالم. لا يتعلق الأمر بالمولودين مسلمين فقط. عندما يتحول الأشخاص من ديانات أخرى إلى الإسلام يتم حسابهم أيضاً. ما الذي يخشونه عندما يرون هذه الإحصائيات؟ يخافون من تلك الأيام التي سيسود فيها الإسلام. لهذا السبب هم في حالة من الذعر. هذه هي كل مشكلتهم، لا اليهودية ولا المسيحية ولا الإلحاد. الإسلام قادم بقوة. لا اليهودية ولا المسيحية ولا الإلحاد ولا الربوبية ولا اللا أدرية، ليس لأي منهم مستقبل. للإسلام مستقبل. ثبت وجود الله عقليا وبناء على الأدلة، وثبت أن القرآن هو كلام الله في دين الإسلام. عندما تدخل على يوتيوب وتبحث عن جامعة الإسلام سترى أن هناك الكثير من القصص لأناس من جميع الأديان تحولوا إلى الإسلام، من إنجلترا، أمريكا، كندا، من جميع أنحاء العالم، من اليهودية، من المسيحية، من الإلحاد. ولدينا قناة يوتيوب بالإنجليزية تسمى نحو الخلود، سجلنا قصصهم وهم يشرحون لماذا أصبحوا مسلمين. هناك الكثير من الناس الذين لم تكن أذهانهم راضية عن المسيحية، ووجدت أذهانهم بعض الأشياء المتناقضة فيها، لكن عندما قرأوا القرآن قالوا إنه يناشد العقل. وهناك الكثير من هذه القصص الجميلة. هذا ما يخشونه، لهذا أحرقوا القرآن. يقول تعالى في سورة الصف:
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بغض النظر عما يحدث فإن المستقبل سيكون للإسلام، لا يمكنهم منع أي شيء بمثل هذه الأفعال الطفولية. إذا كانوا يريدون المعارضة فدعهم يتحدثون بالأدلة والإثباتات، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك. لقد أغضبني الأمر لأنه إذا فعل شخص ما شيئا كهذا فإن رجال الشرطة سيقبضون عليه، لكن هذا الرجل طلب الإذن. قال: سأحتج أمام قنصلية تركيا في ستوكهولم. ذهب إلى هناك وأحرق القرآن وحمته الشرطة. كيف يمكنك السماح بمثل هذا الشيء؟ ثم قال أحدهم: حرية الفكر. أود أن أقتبس تصريحا جيدا لإيلايجا عزت بيغوفيتش عن الغرب: لا تنسى هذا يا بني، الغرب لم يتحضر قط، رفاهيتهم الحالية واستعمارهم المستمر، الدم الذي يسفك، الدموع التي تسببوا فيها، كلها مبنية على الألم. على لسان إيلايجا عزت بيغوفيتش الرجل الأسطوري للبوسنة والهرسك. لذا فإن هذا ليس معنى كونك متحضرا. عندما تلقي نظرة على البلدان التي تتصرف كما لو أنها متحضرة وهي تمص دماء الناس وتستغل العالم، أنت الآن تصارع القرآن. افعل ما تستطيع، حاول أن تطفئ القرآن بفمك وتنهي عليه إن استطعت، لكن وعد الله هو أنه سوف يكمل الله نوره حتى لو كنت لا تريد ذلك.